صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال في كل مكان، كلكم حبايبي متابعيني. طبعا بعد ما عملنا المشبك ونال اعجاب ناس كتير وقبليه البقسماط، النهارده قلنا هنعمل وصفه حلوه قوي اتطلبت مني كتير. هنعملها بطريقه سهله صحيه بسيطه جدا. ناس كتيره بتغلب فيها، ناس كتيره مش عارفه بتتعمل ازاي. البلوبيف، هنعمل بلوبيف بأدق التفاصيل، بحاجات مميزة، بطريقة سهلة جدا. تعالوا نشوف المكونات مع بعض، ويا ترى هينجح معانا وهيبقى زي بتاع بره ولا لأ. تعالوا نشوف. معانا هنا حلة على النار فيها مية هتغلي. تمام. مكوناتنا هنا، انا معايا حبة بنجر. طب بنجر يا رمانة ده احنا بنحطه على المخلل بنخلله؟ لا، البنجر فيه فايدة كتيرة جدا، وهتعرفوها لما تعملوا سيرش على اليوتيوب وتعرفوا فوائد البنجر قد ايه هي فيها قيمة غذائية عالية قوي للجسم. احنا هنستغلها النهاردة في البلوفيف، بحيث انها تدينا طعم وهتدينا طعم مميز وهتدينا لون كمان جميل جدا، وهناخد الفايدة اللي فيها. معانا هنا بصلاية، طبعا اساس اي اكل واي طعم البصلاية. معانا هنا 4 فصوص توم، كل ده طبعا فريش. معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة، عليهم تمن كيلو تمن بوش 125 جرام. بوش اللي هو بيبقى الدهن اللي فوق اللحمة، البوش اللي بنحطه على الكفته وعلى البرجر وعلى كل حاجه. ده جيلاتين طبيعي، بدل ما نحط جيلاتين نباتي، ده جيلاتين تبعنا طبيعي، ده اللي هيمسك معانا وهيدينا طعم مميز. التوابل بتاعتنا هنحط مكعبين مرقه خضروات، هناخد كل الفايده اللي في مرقه الخضروات، خضروات مش اي حاجه، هناخد كل الفايده اللي فيها وهناخد طعم مميز. حبه روزماري زي ما انتم شايفين صغيره كده، وكم حبه فلفل اسمر حب زي ما هما. تمام. هنا معايا في المصفى دي معايا الحبهان واللوري، هنقفلها كده عشان ما نغلبش معاها من بيهم واحنا بنطلعهم. هنحطها كده، هننكه الميه، هنيجي نحط الفلفل الاسمر ومرقه الخضروات والروزماري. هنحط البوش، لو قادره تقطعيه قطعيه، بس هو مجمد هقطعه بعدين. هننزل بيه كده يتسلق، ده الجيلاتين الصحي الطبيعي. هننزل باللحمه المفرومه تتسلق عادي خالص، حتى لو عندك في التلاجة مجمده انزلي بيها في اللحمه على طول. هننزل بيها هنا بالبصل والثوم والبنجر. الريمة هتطلع عادي خالص، نطلعها بالراحة بمصفى ضيقة. بعد ما تطلع هنشوف هنطلعها مع بعض ازاي. هنشيل الريمة بقى، بصوا حاجة كده نضيفة كده خفيفة ناعمة، بحيث ان نشيل كل الريمة الموجودة. شايفين؟ بأقل حاجة مصفى صغيرة كبيرة، المهم تشيلي كده بحاجة ضيقة. تمام. الدنيا رايقة خالص وجميلة، واللون حلو قوي. قبل ما نحط لون طعام، شايفين المنظر؟ نستنى بس عليها 10 دقايق ونشوف هنعمل فيها ايه. كده بقت عسل قوي واستوت وريحتها خرافة بجد بجد رهيبة. نقفل كده وتيجي نيجي كده ناخدها نطلع الحاجة دي. انا طبعا عندي هنا الكبة دي ستانلس، كتير سألوني عنها. الكبة دي جاتني هدية بصراحة، بس انا شفتها كذا مرة على الفيسبوك في مواقع كتيرة بتبيعها. تمام. بصوا حبايبي، هنطلع كده بالراحة الحاجة بتاعتنا ونحطها هنا بالبوش بكله. طبعا دي المصفى اللي فيها الحاجات اللي كنا بنحتار بقى نشيلها، طالعة وحديها كده حلوة. يلا كده مفيش احسن من كده. هنطلع الحاجة دي بقى نحطها في الكبة مباشرة، بالبنجر بقى، بالبصل، بالثوم، بالحاجة كلها. هتشوفوا دلوقتي ان بصوا بأمانة امام الله ريحة تحفة. جبت مصفى ناعمة عشان اطلع كل الاخر. تمام يا حبايبي. تعالوا بقى هنعمل ايه بقى يا رمانة؟ هنجيب معلقة سمنة بلدي حلوة، لو ما عندكيش سمنة بلدي حطي معلقة زيت. لو انت مش حاطه بوش زي اللي انا حطاه دوت، ممكن تجيبي معلقتين جيلاتين نباتي. تمام. من عند العطار عادي. تمام. في نفس الطبق كده عشان ما نوسخش حاجات كتير. هنجيب معلقه صغننه كده على طرف المعلقه لون
اللي هو بنحطه على الحلويات، الاكل غذائي، لون طعام، مش مضر في اي حاجه. هنحط عليه كام مغرفه كده شوربه اهو، كام شويه شوربه كده، بحيث ان احنا ناخد اللون اللي احنا عايزينه بتاع البلوبيف. انا عايزه اللون اهو، بصوا اهو. نحطه بقى ولما نضرب هنشوف اللون هيبقى ايه معانا. بسم الله. هنجيب ايه تاني بقى يا حبايبي؟ هنجيب معلقتين نشا، طبعا مادة الربط معانا لان احنا مش حاطين جيلاتين. معلقتين نشا، وهنضيف عليهم شوية شوربة على مهلك، وهنضربهم وهننزل عليهم مادة الربط. احنا طبعا مرقتين الخضروات اللي احنا حاطينهم كفيل بالحدقان بتاعها، لان هي مرقة اساسا حادقة. هنكتفي بده، مش هنحط ملح. هننزل بمعلقتين النشا، مادة الربط بتاعتنا، وهنضرب الكلام ده كله مع بعض في الكبة. بسم الله. خلاص كده هنطلع معانا بلوبيف ده ولا مش بلوبيف. بسم الله. تعالوا نشوف. هاتي معلقه يا مريم. ندهن بقى يا حبايبي، نجيب علبه، اي علبه عندك بكل المواصفات، ندهن نقطه زيت في القاع وفي الجوانب بالطريقه دي كده. وهنا كمان لازم تكون مدهونه زيت كويس، تبطنيها كلها كده بنقطه الزيت. تمام كده. البلوبيف ريحته جميلة جدا. يا خراشي يا خراشي على الجمال، يا جمال. تعالي هنا، تعالي هنا عشان تصوري الصبه دي. تعالي هنا في الصبه كده. بسم الله، اسمك يا رب. ايه الجمال ده، الكميه دي بركه ربنا، ايه الكميه الجميله دي معانا طلعت. طبعا البوش من بره هتدفعوا اكتر يا خراشي. لا العلبه دي تعدي كتير 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 يعني. انتوا كنتوا بتجيبوا لي العلبه ب 40 جنيه، ده من 3 سنين، ما كانتش بتعمل اي حاجه. من 3 سنين كنا بنجيبها ب كف 45. نفرين 3 بالعافيه. حددي بس المنظر. اللون طبعا ده في ايديكي، ممكن تخليها الفلفل بيضه. الاسمر ده مش عايزه الفلفل الاسمر اللي احنا حطيناه سلقناه ما حشناهوش. الروزماري ما شلناهوش، ساوي كده. ونحطه في الليزر يبرد ونحطه 6 ساعات في الفريزر. وهنجرب مع بعض قبل ما اختم الفيديو نعمل بيه بيض للمارك، هيطلع معانا ازاي والنتيجه عامله ازاي. طبعا احنا عملنا كل حاجه، خدنا كل القيمه الغذائيه اللي احنا محتاجينها في اللحمه. عندك جوز الطيب حطي، انا ما حطيتش، نسيت احط، انا عندي بس نسيت احط. عايزه تعززي الطعم كمان بجوز الطيب، تمام حطي. هنشيلها بقى في التلاجة 6 ساعات. في الفريزر ولا التلاجة؟ في الفريزر 6 ساعات، بس بعد ما تبرد خالص شيليها 6 ساعات او 5 ساعات على الاقل. وتعالوا نشوف هنعمل بيها ازاي بعد 3 ساعات بالظبط يا حبايبي. علشان السمك قليل، لو انت حطاه في علبه غويطه لتحت سيبيه 5 ساعات 6 ساعات، لكن انا عشان حطاه في علبه مش غويطه فجمد معايا شويه. هبدا ازاي؟ بسم الله. بصوا تعالوا كده شوف، وانا بعمل كده بحس انه بيطالع اهو. تمام. هفرغ كده حبه كده بسيطه كده عشان اعرف ان هو طالع معايا ولا لا. شايفين هو بيطلع لوحده، بس انا حابه اتاكد اهو. واخدين بالكم الكاميرا باينه يا مريم؟ اهو. بحيث ان انا اقلبه ونشوف هيطلع معانا قالب ولا هيطلع معانا ايه. وهنحمر مع بعض دلوقتي حالا لمر. بسم الله. خبطتين كده فله. ايه رايكم؟ تعالوا بقى نقطع ونشوف. هات السكينه مشرشره يا مريم. خلاص السكينه دي احلى كمان من الشرشره. تعالي كده نسمي كده. بسم الله. ريحته جميله. ايه ده ايه ده ايه السكر ده؟ اقلبيها كده بقى. اقلبها كده بس ايدي كنت ماسكه. ايوه كده. ثواني طيب. ايه رايكم؟ تعالوا كمان تاني نقطع قطعه تاني ونعمل دول. ايه رايكم؟ ايه الجمال ده؟ الاسمر ده
ده الروزميل والفلفل الاسمر. تعالوا نقطع من هنا حته، نقطع كده اهو، يعني كلها بقلبها. ايه رايكم؟ ماسكه متماسكه. نقطع دي حتت كده ونحطها في علبه تاني ونعمل دول بقى، نسوي دول المارك اهو. انت ممكن تحطيها مع علبة سليمة في العلبة واحنا نقطعها لا، براحتنا. علشان لما نحطها في الفريزر ونغطيها ناخد قطعه قطعه، ما نقدرش نعمل كده ونبوظها. انا بس عشان اكد لهم انها متماسكه كلها حتى اللي في القلب. تمام اهو. نحطها كده، دي كده ودي كده، ونعمل التلاتة دول ليه مارك. ولا دكتور عليه مارك؟ مارك فيهم مارك، خليهم ياكلوا. طيب ثواني بس، نشيل حبة ونعمل اتنين. نحط طاسة على النار ونحط معلقة سمنة، يعني معلقة سمنة حلوة كده. كتير ومنى. لا حلوة كده. تمام. تتقدح السمنه. طبعا بامكانك تحطي بصل، طماطم، فلفل، بس مارك ما بيحبش اي حاجه عليه، فاحنا هنعمل بولوبيف بالبيض بس، بولوبيف بس وبيض بس. طبعا احنا التوابل حاطينها كلها، معانا الفلفل الاسمر، مع الروزماري. عايزه تزودي انت من عندك اي توابل تاني تمام. طبعا مش هنحط ملح. عايزه بس اوريكم الحاجه الجميله دي انها متماسكه ازاي. شايفين البلوبيف الجميل؟ شايفين؟ دي طريقه ناجحه 100%. شايفين يا حبايبي؟ مش مهري، متماسك لاخر حاجه. شايفين؟ مع انه 3 ساعات بس، بسبب ان الكميه قليله، سمكها قليل. تمام. طبعا زي ما قلت لكم مش هنحط ملح عشان احنا اكتفينا بحبتين مرقه الخضروات. ما بتحبيش مرقه الخضروات حطي ملح عادي. تمام. بس يفضل ما تحطيش اي توابل غير الحبهان والروزماري وجوز الطيب لو عندك حطي. تمام. السمنه تتقدح، ننزل عليها بالبلوبيف. شايفين البلوبيف الجميل؟ شايفين ماسك نفسه ازاي؟ طريقه ناجحه 100%. شايفين حتى في السمنه. بصوا قلب. طبعا هو مستوي، احنا هنشوحه في السمنه، هنشوحه بس في السمنه. بفككه بايدي اهو، بفككه بايده. شايفين؟ مش حاجه مهريه، بفككه بايدي حتى هو بعد ما نزل في السمنه. هبدا اشوح بس كده بالبيضه. بصوا اللون بس اتغير بتاعه ونزلت عليه بالبيضه. في ناس بقى ممكن تحط البيض الاول وبعد كده البلوبيف، ده حسب مزاجك انتي. يعني احنا مفيش حاجه هتزفر، لان احنا مأمنين نفسنا بالتوابل الجميله انه مستوي ومش ني عشان يزفر. تمام اهو. يمسك بعضه كده بس وننزله على طول. عادي بقى تعمليه في الاول عادي، مفيش مشاكل، بس احنا دايما اتعودنا نعمل كده. عايزه تحطي فلفل اخضر قبل البيض تمام، عايزه تحطي طماطم متقطعه قبل البيض تمام، يبقى البيض في الاخر خالص بحيث ان البيض يتشمع بس ما بياخدش وقت في السوا. اول ما تلاقوا اللون اتغير كده والبيض بان خلاص نقفل وتعالوا نغرف. والريحه قلبه الدنيا طبعا. هاتي تعالي هنا كده يا مريم، نزل بقى البيض. هات لقمه بقى يا مارك وتعالى دوقك. طبعا حريه شخصيه لو انت حطيت البيض الاول. تمام. انا متعوده على كده. هنغمس كده بسم الله، نغمس كده المارك عشان عايز لقمه، بيحب يغمس باللقمه. شايفين بسم الله. يلا يا كوكو دوق كده يا حبيبي بالراحة عشان سخن. بحبه قوي قوي قوي. اما قول رأيك. مارك قول رايك. بجد طعمه ايه؟ طعمه حلو بجد. ماما عملت لك حاجه حلوه؟ مبسوط؟ هي ريحته بتحكي يعني عنه. جربوا الطريقه هتعجبكم قوي. هات التاني كده يا مريم. الباقي شايفين عمل كميه، ده نص كيلو لحمه مع البوش 8 كيلو، عمل كميه بركه ربنا كبيره جدا. الحمد لله عملنا مبلغ كبير قوي، ده غالي قوي 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 بره. وطبق البيض جميل. حطي بقى زودي، خليها تبقى زياده. طماطم، بصل، فلفل اخضر براحتك، زودي الملح براحتك، فلفل اسمر براحتك، ذوقك طبعا في بيتك اعملي اللي انت عايزاه.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، حطوا لايك وشير طبعا لاصحابكم كلكم، وسبسكرايب اللي لسه ما اشتركش في مطبخ رمانة ومريم. اتمنى تكونوا معايا ونكبر مع بعض عيله كبيره قوي بيكم وليكم. وطبعا قبل ما اختم، بكره عيد الرسل، كل سنه والعالم كله بخير ويكون محبه وسلام للكل وللجميع. هنزل لكم فيديو فطوري طبعا الفيديو الجاي حلو جدا يعجبكم.